سلام الحجامي، لاعب منتخب وطن العراق الثلاثي، بطل العراق للسباحة، بطل العرب للترايثلون، بطل العالمي للترايثلون، مدرب منتخب العراق الوطني للترايثلون، وحاصل على عدة أوسمة عربية ودولية في هذه اللعبة. الترايثلون الذي يتكون من السباحة لمسافات طويلة والدراجات الهوائية والجري. بدايات سلام الحجامي لاعب سباحة إلى لاعب ساحة وميدان، إلى لاعب دراجات هوائية، إلى لاعب الترايثلون. بدأنا من نادي المشخاب ولا نادي النجف ونادي الصناعة والديوانية ونادي كويا الأربيلي. طبعا بالبداياتنا لاعب منتخب وطني دراجات هوائية، وكنت أمثل العراق في منتخبين وطنيين، لكن قانون اللجنة الأولمبية ما يسمح لك أنه تمثل العراق بالمنتخبين وطنيين. احنا مثلنا العراق بالدراجات الهوائية وكذلك بالمنتخب الثلاثي الترايثلون، فما كنا نقدر انه نسافر بطولتين في آن واحد وانت لازم تفصل اتحاد، فاختارينا لعبة الترايثلون عن لعبتنا الام اللي هي الدراجات الهوائية، واصبحنا في بطولات دولية، والحمد لله حققنا عدة نتائج عربية ورقم عربي ومصنف تاسع عالميا لحد سنة 2022 عندما احنا من الاستقالة من الاعتزال العفو، فحولنا الى تدريب المنتخب الوطني، والحمد لله دربنا المنتخب بسنة 2023 و2024 2025. احرزت عده ميداليات واوسمه ذهبيه للعراق في البطولات العربيه، وكذلك صنفنا عده لاعبين بالتصنيف الدولي للترايثلون. طبعا انا اعتز بهذه الصوره، هذه الصوره اللي احرزت بها تاسع العالم، تاسع العالم من مجموع 360 بطل دولي، بحيث العراق تاسع عالميا والامريكان اللي اجوا بالتصنيف العاشر وال11 وال12، يعني انجاز كلش كبير للعراق. لكن بوقتها يعني الصراحه ظل حسره بقلبي انه تجي من هيك انجاز عالمي ما حد يقول لك الله بالخير. احنا نسميها حرقه قلب، ليش؟ لان انت البطوله ما تاخذها اذا تشتغلها سنه زمن حتى تحصل هذه البطوله، فاكثر بطوله انا احبها هي البطولات العربيه، لان انك تدخل على البطوله العربيه مسيطر رقم واحد العراق يجي، يعني هذا في الشيء حلو وانجازات كلها ظاله بداخلي. لكن عندي بطوله اللي هي اهم، البطوله التاسعه العالم، هاي البطوله ما راح تتكرر ممكن لاي لاعب عراقي. طبعا اللاعبين العالميين هم اكثر اللاعبين اللي عالميين اللي ما يحضرني اسمهم المباشر هم اللاعبين الاستراليين، كانوا هم ندءنا بالبطولات الدوليه. عربيا كثير من اللاعبين، اكثر اللاعبين المغاربه هم منافسين كانوا للعراق ودائما يتحدونا بالبطولات، والحمد لله والشكر كنت اكثر واحد يكسبهم، وكانوا ما يرتاحون لما احضر البطوله، لما يجي العراق يقول لك احضر العراق رقم واحد بالبطوله. طبعا انا كل البطولات اللي عندي ادرس واقع البطوله والارقام اللي موجوده على البطوله، واشتغل على ضوء الارقام اللي موجوده بالبطوله. فراح اسوي برنامج زمني، معسكرات تدريجيه تبدي من امور نشتغلها بالمطاوله والقوه والتحمل الى نوصل للارقام اللي نحتاجها. طبعا انا من المدربين اللي دائما اركز على نبض اللاعب، يعني لما يصحى من النوم اثناء الوحدات التدريبيه اثناء المنافسه، فدائما اسجل ارقام النبض للاعب، حتى على ضوء النبض اللي موجود اللاعب كل لاعب احدد انه درجه قوته وشنو وضعه للمنافسه، وبهذا الوقت راح اوصله المرحله من المنافسه نشوفه منافس جدا عالي. ليش؟ لان احنا اشتغلنا على سبيل المثال مثلا نعطي تمرين 70% انا اشتغل على سبيل المثال نبض من 120 الى 130، يعني اذا يعبر النبض اكثر من هذا النبض بالنسبه لعمر اللاعب او وضع اللاعب فراح يعتبر اكثر من هذا الجهد، فانا دائما اشتغل على نبض القلب للاعب، وبهذا حصلت انجازات اثناء الوحدات التدريبيه المسافات طويله، يعني نخلي بعض البروتينات الفيتامينات احنا معلبات موجوده بجيوبنا اثناء التمرين، مثلا بالدراجه بالجري ناخذها، اثناء السباحه بالبلم الزورق اللي يمشي اثناء المي هم عندنا بعض الاكل، حتى الامور الدبليو سي ما دبليو سي نكملها اثناء التدريب، احنا ننزل ونكمل هاي الامور. فاثناء التدريب مثل ما قلت لك هذا التغذيه تكون مستمره ويانا، او انا كمدرب او كلاعب، فهذا الموجود ويانا دائما على طول الطريق. طبعا الرياضه انطتني كل شيء، انطتني الخبره، انطتني الصبر، انطتني القوه، وانطتني معارف بكل الوطن العربي وبالعراق، بكل مكان الي ناسي والي اهلي، وكذلك انطتني موهبه انه خلتني شلون اصنع ابطال واجيال للمستقبل، مثل ما صنعت هاي الابطال وياي ورافقتني بالمنتخبات الوطنيه عند البطولات الخارجيه. ان شاء الله قادم انه اصنع ابطال جدد باذن الله تعالى. كان اعتزالي من اللعب هي سنه 2022 بالبطوله الدوليه اللي هي ابو ظبي اللي صنفت بها تاسع عالميا. طبعا عملي هو أنا اللي بديت به هو دورات تعليم السباحه، اسست اكاديميه من اكبر اكاديميات العراق اللي بها فرعين بمحافظه النجف الاشرف والديوانيه. اشتغلنا قبل الدورات التدريبيه هو
لتاهيل الاصابات الرياضيه والانزلاق الغضروفي في النجف الاشرف. والحمد لله بدات هاي الظاهره باغلب المسابح بالنجف الاشرف من العمل اللي اشتغلته للاصابات. كذلك عملنا بمجال تعليم السباحه، فتحنا فرعين وحاليا عندنا فرعين بالعراق، ونطمح انه نفتح فروع اخرى بكل محافظه. راح يكون الاسم للاكاديميه السلام الحجامي لتعليم السباحه وتطوير مهارات الطفل وتعديل سلوكه اثناء تعليم السباحه. طبعا دعما من عندي لابطالنا في منتخبنا الوطني للثلاثي الترايثلون، عندي هديه وهديه كلش كبيره للي يكسر ارقامي ويكسر البطولات اللي احرزتها، راح تكون له هديه كلش كبيره. هاي وحده. وعندي نصيحه للناس اللي تشترك بدورات تعليم السباحه، انه لا تدخل اطفالها وتوديهم على الانهار والبحيرات، خاصه انها حاليا وضع الصيف والناس تروح على سفر وبحيرات وابحار. فاللي انصحه من عندكم انه تعلم ابنك سباحه ومتاكد من عنده يسبح يلا تدخله بالماء. ورغم هذا انا ما انصح بالانهار، لان الانهار سريانها جدا عالي وراح يسوي لنا كارثه مثل ما صارت بالمواقع التواصل هاي ابنيه الطفله اللي موجوده بشمالنا الحبيب. فاللي نصيحه من عندكم من اخوكم، مو لان اعلام وشو وهذا الحكي، لا، البحر والنهر جدا خطر بالنسبه للاطفال، خلينا نتاكد منه يسبح يلا ناخذه حتى نحافظ على نفسنا وعلى اطفالنا.